سلام عليكم على الناس اللي بتحب الغموض وتحب تشغل دماغها. النهاردة احنا مش في الجمالية ولا في بولاق، احنا النهاردة في كيكان، حتة مقطوعة في أطراف ألاسكا، مكان البرد فيه بيجمد الدم في العروق. الشجر هناك يحسسك إنه مراقبك، بيهمس باسمك. بطلة حكايتنا اسمها كيلي هانت، بنت في عز شبابها 28 سنة، كان عندها أحلام قد الدنيا، بس الأحلام دي اتدفنت تحت تلج ألاسكا في ظروف تخلي الحجر ينطق. القضية دي يا جماعة مش بس غموض، ده لغز بوليسي من اللي بيتحط في كتب التحقيقات. قصة بتبدأ بخروج عادي، لكن انتهت بجثة في مكان مستحيل عقل بشري يستوعبه. ايه اللي ودى كيلي هناك؟ مين اللي كان مستنيها في الضلمة؟ ليه الشرطة قفلت الملف بكلمة غير محدد؟ اربطوا الحزمة، سخنوا القهوة، عشان اللي جاي تقيل قوي. كيلي هاند ما كانتش بنت عادية، دي كانت شخصية قوية، قررت تسيب حياتها في أريزونا الدافية وتروح تقعد في ألاسكا. ليه؟ بتقولك عايزة تبدأ من جديد، شغل جديد، حياة جديدة. وصلت كيكان في ألاسكا في أواخر 2017. كيكان دي يا جماعة مدينة صغيرة، الناس فيها عارفة بعضها بالاسم، يعني الغريب بيبان فيها زي نقطة حبر في كوباية لبن. كيلي كانت عايشة مع صديق، مش هنقول أسماء، بس العلاقة ما كانتش سمنة على عسل. يوم 2 يناير 2018 الجو برا يلطش، درجة الحرارة تحت الصفر بمراحل. أي حد عاقل هيلبس البركة التقيلة بتاعته ويقعد قدام الدفاية، لكن كيلي خرجت من البيت. ولحد هنا الكلام يبان عادي، بس اللي مش عادي هو الطريقة. الشهود والتحريات بتقول إن كيلي خرجت على رجليها، ما خدتش عربيتها، ما خدتش لبس تقيل يحميها من قرصة البرد بتاعت ألاسكا. تخيل واحدة خارجة في عز التلج بهدوم خفيفة وشبشب أو جزمة عادية، ده أول مسمار في نعش المنطقة. الناس اللي شافتها لآخر مرة قالوا إنها كانت ماشية تايهة مشتتة. سؤالنا هنا بقى بالذكاء كده، حد يخرج في الجو ده باللبس ده وهو قاصد يتمشى؟ أكيد لأ. يا إما كانت بتهرب من حاجة جوه البيت، يا إما كانت رايحة تقابل حد قريب جدا لدرجة إنها ما فكرتش في اللبس. لما كيلي اتأخرت الدنيا اتقلبت، الشرطة، المتطوعين، كلاب الأثر، كيكان كلها كانت في الشارع. بس ألاسكا مش سهلة، غابات هناك عبارة عن متاهة خضرة في الصيف وبيضة مرعبة متلجة في الشتاء. بعد أيام من الرعب والانتظار، كلاب الأثر وقفت عند حتة معينة في وسط الغابة، بعيد عن الطريق الرئيسي بمسافة محترمة. وهناك كانت الصدمة، كيلي هانت مرمية بين الشجر، الجثة كانت متجمدة، بس في حاجات خلت المحققين يهرشوا في دماغهم. المكان، المنطقة دي صعبة جدا، وصعب أي حد يوصل لها ماشي في الظروف دي من غير ما حتى يقع ولا يتكعبل. تليفونها كان جنبها، شنطتها كانت جنبها، يعني مفيش سرقة، مفيش أي آثار ضرب نار، مفيش طعنات، مفيش كدمات واضحة تقول إن كان فيه علقة أو خناقة. يبقى البنت ماتت من البرد، ده الطب الشرعي قاله في الأول، يعني هبوط حاد في درجة حرارة الجسم. بس استنى يا زميلي، الكلام ده ما يدخلش ذمة محقق صايع. تعالوا نحلل بالمنطق. لو انت بردان لدرجة الموت، طبيعي هتحاول تستخبى في أي حتة، هتحاول تولع نار، هتحاول تتصل بحد، ما التليفون كان معاها وشغال. ليه كيلي ما كلمتش حد؟ ليه ما مشيتش في اتجاه الأنوار؟ في ظاهرة طبية معروفة اسمها التعري التناقضي، ودي بتحصل للشخص اللي بيموت من البرد، بيحس فجأة إنه جسمه بيتحرق فيبدأ يقلع هدومه. بس كيلي ما كانتش كده. التحريات بدأت تفتش في الخلفيات. كيلي قبل ما تموت بكام يوم كانت بتبعت رسائل لناس قريبة منها، كلام فيه خوف، كلام فيه قلق، كانت حاسة إن فيه عين عليها. بس مين العين دي؟ مصلحة مين إن كيلي تختفي؟ الجيران والناس في المنطقة في كيكان بدأوا يكلموا وشوشة كده، في اللي قال إنه شاف عربية غريبة في المنطقة، وفي اللي قال إن الخناقات في البيت اللي كانت ساكنة فيه ما كانتش بتهدى ولا لحظة.
الشرطة سألت الشريك أو قول الصديق اللي كانت عايشة معاه. الراجل قدم حجة غياب قوية جدا وقال إنه ما يعرفش حاجة. بس السؤال اللي يفضل يلف في دماغي ودماغك، لو هي كانت بتهرب منه ليه راحت للغابة؟ ولو كانت رايحة لحد تاني، مين الشخص اللي يخليها تخرج في عز التلج من غير هدوم تحميها؟ هنا بقى يا وحش بدأت تظهر فجوات في الجدول الزمني. الساعات اللي ما بين خروجها من البيت ووقت وفاتها مفقودة. مفيش كاميرا جابتها، مفيش حد شافها في اللحظات الأخيرة. كأن الأرض اتشقت وبلعتها وطلعتها في نص الغابة جثة هامدة. لحد هنا الشرطة قالت حادث قضاء وقدر، بنت تاهت في التلج ماتت. بس هل انت مصدق الكلام ده؟ هل الصدفة ممكن تكون بالبشاعة دي؟ في الكلام اللي جاي هنفتح الصندوق الأسود بتاع كيلي هانت، هنتكلم عن التليفون اللي كان مخبي أسرار، عن تقرير المشرحة اللي تعدل، عن الشخص اللي ظهر في الصورة فجأة وغير مجرى الحكاية كلها. استنوني هحكيلكوا الحكاية. رجعنا تاني. الموضوع دلوقتي مش لأصحاب القلوب الضعيفة، احنا لسه في كيكان. الجثة بردت، الملف اتقفل، بس الريحة كانت فايحة. الكل حاسس إن في حاجة غلط. لما تيجي تراجع محاضر التحقيق هتسمع كلام ولاد البلد هناك، هتلاقي إن في خيوط اتقطعت عمد. تعالوا نمسك الخيوط دي ونربطها ببعض تاني بالمنطق البوليسي. الشرطة لما حررت تليفون كيلي هانت لقوا حاجة غريبة. البنت في ساعاتها الأخيرة ما كانتش بتكلم ديليفري ولا بتكلم تاكسي، كان في حالة من الرعب الإلكتروني. رسائل لناس صحابها في ولايات تانية بتقول لهم فيها أنا مش حاسة بالأمان. التحريات كشفت إنها كانت بتفكر تسيب كيكان وترجع أريزونا بأي تمن. طب ليه؟ لو المكان أمان والصحاب جدعان، إيه اللي يخلي واحدة تهرب في عز البرد؟ هنا بقى بدأت تظهر أسماء ناس تانية كيلي كانت على احتكاك بيهم، ناس ليهم سوابق أو سمعة مش ولا بد في المدينة. بس الغريب إن مفيش حد منهم اتمسك عليه دليل مادي واحد. البنت ماتت من البرد، دي الحقيقة القانونية اللي كتفت المحققين. لما نغوص في تقارير المشرحة بعين فحصة كده هنلاقي ملاحظة صغيرة بس تودي في داهية. كيلي لما لقوها كانت في مرحلة من مراحل التجمد، بتوحي إنها ما كانتش بتتحرك لفترة طويلة قبل الوفاة. يعني إيه؟ يعني بالبلدي كده لو هي تاهت كانت هتفضل تمشي عشان تدفي نفسها، هتعافر. لكن وضعية الجثة كانت توحي إنها استسلمت بسرعة جدا، أو إنها كانت في حالة ذهول أو تخدير طبيعي من الصدمة. الأدهى من كده، المكان اللي لقوها فيه واعر لدرجة إن خبيرة في اقتفاء الأثر قالت مستحيل بنت باللبس ده والظروف دي توصل للنقطة دي من غير ما تتبهدل أو تتقطع هدومها في الشجر. ده معناه إيه؟ معناه إن في احتمال كبير إنها اتنقلت لهناك أو اتسحبت لمكان هي مش عارفاه. تعالوا بقى للحتة المهمة. كيكان مدينة مطيرة جدا، التلج فيها بيسجل بصمات. لو كيلي مشيت لوحدها المفروض يكون فيه آثار أقدام وواضحة وواصلة لحد الجثة. التقارير الأولية كانت متضاربة وخصوصا في النقطة دي، في اللي قال إن الآثار كانت موجودة وفي اللي قال إن العاصفة مسحت كل حاجة. بس في سر تالت، الكلاب البوليسية. الكلاب لما شمت ريحة كيلي لفت في دوائر حوالين مناطق معينة سكنية قبل ما تروح للغابة. ده بيقول إن كيلي كانت موجودة في الأماكن دي في وقت قريب من اختفائها. هل كانت بتستنجد بحد؟ هل دخلت بيت حد وخرجت مجبورة؟ من غير ما نتهم حد، تعالوا نشوف المستفيد. في القضايا اللي زي دي دايما بنبص على الدايرة القريبة. كيلي كانت غريبة، وحيدة، معاها تليفون فيه أسرار. المنطق بيقول لو في جاني فهو شخص عارف المنطقة كويس، عارف إن البرد هو السلاح المثالي اللي مش هيسيب بصمة صباع واحدة. الجريمة الكاملة مش إنك تقتل بمسدس، الجريمة الكاملة إنك تسيب الضحية للطبيعة وهي هتقوم بالمهمة. في نظريات بتقول إن كيلي تعرضت لضغط عصبي رهيب خلاها تخرج في حالة ذهان أو لا وعي. بس اللي يعرف كيلي وشخصيتها اللي بتعافر يستبعد إنها تستسلم للغابة بالسهولة دي. قضية كيلي هانت لسه وجع في قلب أهلها، شوكة في ظهر شرطة ألاسكا. الملف مخلصش
هو بس ركنوه لعدم كفاية الأدلة، لكن الحقيقة اللي ما تخرش المية هي إن كيلي ما كانتش عاوزة تموت. البنت دي كانت بتخطط لبكرة. القصة دي يا جماعة عرفتنا إن الغربة في بلاد التلج مش بس برد جو، ده ساعات بتبقى برد قلوب. كيلي هانت فضلت أيقونة لكل الناس اللي بتطالب بالعدالة في القضايا الباردة. يا ترى يا هل ترى كيلي تاهت فعلا ولا في حد توهها؟ هل التلج غطى على جريمة ما كانش ينفع تتشاف؟ احنا مش قضاة، احنا بس بنشغل دماغنا وبنحترم الحقائق. قضية كيلي هانت هتفضل درس لكل واحد فاكر ان الموت من البرد هو دايما قضاء وقدر، لكن ساعات بيبقى بفعل فعل، بس الفعل هنا كان أذكى من القانون. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس الغموض ما بيخلصش. لو عجبتكم حكايتنا وتحليلنا للقضية قولولنا في التعليقات، ولو ليكوا رأي تاني غير اللي احنا قلناه قولولنا كمان في التعليقات. ويلا نفتح بينا ملف جديد وقصة جديدة وحصلت بجد في الفيديو اللي جاي. استنونا. سلام عليكم.